تسمع نكتة قبيحة؟ بيقولك واحد عنده 90 سنة اتجوز واحدة عندها 90 سنة كلام على ايه؟ واخيرا نزل فيلم الكلام على ايه اللي الواحد كان متحمس له جدا، وطبعا نازل في نفس التوقيت اللي نازل فيه فيلم اسد، ففي منافسة قوية هتكون موجودة ما بين الاتنين دول لحد ما ينزل باقي افلام العيد كمان اسبوعين. فيلم الكلام على ايه مبدئيا الدعاية بتاعته كانت معمولة بالساعة قوي، ناس كتيرة جدا وممثلين كتيرة جدا طلعوا بس وقالوا كلمة الكلام على ايه، فاحنا كلنا كنا قاعدين بقى الكلام على ايه الكلام على ايه الكلام على ايه لحد لما نزل البوستر والتريلر بتاع الفيلم، والواحد اتحمس قوي خصوصا لما شاف الكاست بتاع الفيلم. الفيلم ده هو ممثل الكوميديا الوحيد في افلام عيد الاضحى، باقي الافلام كلها يا اما ضرب نار يا اما خناقات يا اما في قصه دراميه زي فيلم ازمه، فده الحاجه الوحيده اللي هتطري على قلبك وتضحكك. فهل الفيلم فعلا كوميدي وبيضحك؟ الفيلم بيتكلم على 4 عرسان في ليلة الدخل، كل واحد فيهم عنده قصة مختلفة عن التاني، واللي بيحكي القصة دي هو الديلر اللي يعرف بعض الشخصيات منهم. اختيار الممثلين مع بعضيهم عملوا كيمستري عالية قوي، خصوصا ما بين مصطفى غريب ودنيا سامي، وبعديهم حاتم صلاح وجهان الشماشرجي، وبعديهم احمد حاتم وآية سماحة، واخيرا سيد رجب وانتصار. كل واحد عنده الدوافع بتاعته وكل واحد عنده مشكلة ولازم تتحل بالظبط. في ناس متجوزين عن حب، وفي ناس متجوزين صالونات، وفي ناس كبيرة شوية في السن بيتجوز. قالب كله بيتكلم عن يوم واحد، حتى اسم الفيلم الكلام على ايه اول ليلة. ده فيلم من الافلام اللي بالنسبة لي انا حاسس انها هتعيش كتير قدام، وتيمة الفيلم اللي بيتكلم عن ليلة واحدة او حدث واحد واحنا بنمر معاه على اغلب احداث الفيلم، فانا ببقى متحمس قوي للنوعيه دي. عملناها كتير قبل كده ونجحت، مؤخرا بالنسبه لي كان في برشامه وفي وش، والفيلم ده بيكمل التركيبه الناجحه دي. خليني بس اقول ان الفيلم ده محطوط تصنيف رقابي ان هو بلس 12، ولكن البلس 12 دي بعيدة قوي، لان الفيلم ده بالنسبة لي على الاقل بلس 21. في ايحاءات كتير، في كوميديا كتير طالعة مش كل الصغار هيفهموها، لان احنا يا جماعة بنتكلم عن ليلة الدخلة، فصباح الفل يعني. فنصيحة، الفيلم ده مش للاطفال خالص، لو انت بتتكسف وما بتحبش نوعية الكوميديا دي الفيلم ده مش ليك. اما بقى لو انت العكس فانت هتتبسط قوي قوي قوي. من الحاجات اللي عجبتني وفاجئتني جدا ان المؤلف والمخرج هو شخص واحد. طب ايه المشكله يعني؟ عادي، اقول لك عادي، بس اللي مش عادي ان هو ده يبقى اول فيلم طويل ليه. المؤلف والمخرج ساندرو كنعان، انا بصراحه شايف بوتنشال عالي قوي، وبصراحه انا انبسطت جدا. في الفتره الاخيره احنا شفنا تجارب كتير لمخرجين بيعملوا اول فيلم طويل ليهم والفيلم بيبقى حلو جدا. عندك مثلا دخل الربيع يضحك نهى عادل، عندك ساندرو كنعان، عبد الباقي في فيلم مين يصدق، خالد منصور البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، سارة زريق في ولنا في الخيال حب. اعتقد في كتير قوي، انا خايف انسى حد، بس انا بصراحة مبسوط جدا بالفترة دي في السينما، لان احنا بنشوف تنوع كتير، بنشوف ناس بيعملوا حاجات لأول مرة وبتطلع حلوة. يعني مثلا مبرر ده اول عمل ليه، خلاص نلتمس له الاعذار، ما بقتش موجودة. احمد بدوي والسيناريو والحوار كانوا شايلين الفيلم ومودينه حتة تانية خالص، لولا كان ممكن الفيلم يقع، لان الفكرة حلوة والاخراج حلو، بس لو ما كانش متغذي بسيناريو وحوار لذيذ كان الفيلم مش هيبقى احسن حاجة. احمد بدوي كان مشارك، اعتقد افضل حاجة كان عاملها كان سيناريو وحوار الباب في الباب، اللي بعد كده كان عادي، يعني كان ممكن نقول وش وظهر مثلا كان افضل شيء عمله. اوفر اول هتلاقي في كوميديا جاية من كل واحد موجود في الفيلم. اكتر ناس ضحكوني كان حاتم صلاح ومصطفى غريب ودنيا سامي، وبعدين جهان الشماشرجي. تحس كل كمان قابل لايقين قوي على بعض بجد. الكاستنج للفيلم ده كان تحفة، وزي ما قلت عن ريفيو فيلم اسد انه فيلم مهم جدا ولازم يتشاف لانه ملحمة وفيلم من افضل الافلام اللي نزلت الفترة الاخيرة. برضو فيلم الكلام على ايه فيلم ما يتسابش وهتستمتع بيه جدا، خصوصا لو انت بتحب النوعية دي من الافلام. بكرر تاني، الفيلم ما ينفعش يتشاف غير لو انت كبير شوية في السن، اطفال وكده مش هيتبسطوا قوي. وانا اول ما خرجت من الفيلم حسيت كده ان انا عايز اعمل مقارنة اذا كان هو الفيلم ده احلى ولا فيلم برشامة، وبصراحة ما عنديش اجابة لسه دلوقتي، خصوصا ان انا لسه خارج من الفيلم فالانطباعات مش افضل شيء. انا شفت برشامة مرة واحدة بس ولسه فاكر اغلب الافيهات بتاعت الفيلم. فيلم الكلام على ايه فيلم حلو، بس الافيهات مش متذكرها قوي من الفيلم، بس انا فاكر ان انا ضحكت فيه قوي. فانتوا قولوا لي رايكم في الكومنتس لو انتوا شفتوا الفيلمين، انهي فيلم احلى، برشامة ولا الكلام على ايه؟ بس كده ده كل عندي الفيديو النهارده، نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.